السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا، جايلكم بعد غيبة طويلة، بس إن شاء الله الفيديو بتاعي النهاردة هيعجبكم جدا جدا. أنا معايا الفول ده، أنا بليته من بالليل. ده فول مدشوش عشان الطعمية، وظبطت كده حوالي راس كبيرة كده من الثوم نضفتها، وكمان معانا الكرات المصري، ومعانا بصلاية كبيرة وقرن فلفل، وكل دول قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين، واخدهم بقى على الكبه. انا بصراحه مش بقتنع بالكبه قوي في الطعميه، بس انا قلت هجرب اشوف هطلع معايا القوام عامل ازاي. ولو حد عنده كبه بتطلعها احسن من الكبه دي يقولي، ممكن يكون العيب في الكبه بتاعتي انا. شايفين ده اخرها معايا في القوام ده، انا مش مقتنعه بيه بصراحه. فانا رجعت بقى للبتاع المكنه البلدي بتاعتنا بتاعت زمان دي بتاعت ماما. انا جبت بقى ايه، كانت دفايه قديمه كده انا واخداها من عند حماتي كده، وفرشتها وحطيت بقى الطبليه زي زمان بالظبط، وقعدت بقى اعملها. طلعت معايا القوام زي ما انا عايزه بالظبط، القوام كريمي جدا. انا عدت عليها مره واتنين، ما شاء الله بجد جميله جدا. انا طبعا خدت الكميه اللي كانت في الكبه، قلت هعيد عليها لان طبعا ما كانتش مطلعه معايا القوام المظبوط اللي انا عايزاه. كل طبعا ما بتعيدي عليها اكتر، كل ما بتديكي قوام كريمي اكتر، والطعميه كمان بتبقى هشه معاكي كده وجميله، وهتشوفوا النتيجه في الاخر ما شاء الله بجد جميله جدا. الناس بقى اللي نفسها تاكل طعميه بقى سخنه بعمل ايديها في البيت، تجرب بجد هتعجبها جدا. شايفين قوامها طالع معايا ازاي؟ طبعا انا قبل ما بقليها وقبل ما بعمل اي حاجه، طبعا الكميه دي كلها تتفرز، بس طبعا قبل ما بتقليها وقبل اي حاجه بتطلعي الكيسه بتاعتك تفك شويه من الفريزر، وبعد بتقعدي بقى تربي فيها كويس جدا لحد ما تديكي قوام كريمي جدا. بتربي فيها بايدك بقى بمضرب الموجود عندك، ما توقفيش نفسك. شايفين انا خزنتها بقى كميات كده زي ما انتم شايفين. طبعا كل واحد بيعمل كمية زي ما بيستهلك. مثلا الصبح مثلا كيسين مثلا يكفوكي، كيس يكفيكي اكتر. انا بالنسبة لي الكمية دي في الكيس ده كويسة جدا، بتعمل معايا طبق محترم مش وحش جنب الفطار. طبعا بيكفوكي وقت كويس، مش وحش ما شاء الله. انا ده كان حوالي كيلو من الفول، عمل معايا الكمية دي ما شاء الله اللهم بارك. بجد جميله جدا، وطعمها غير يا جماعه بامانه. زي ما قلت لكم بقى، خدت كيس منهم وقلت اجربه معاكم، ربيته كويس جدا وحطيت بقى التوابل بتاعته. وزي ما انتم شايفين كده، انا طبعا ما بحطش ولا كربوناتو ولا بحط بيكنج باودر ولا بحط بيض ولا اي حاجه، هي زي ما هي كده بخيرها كده. هو بس شويه كمون وشويه ملح، التوابل بقى زي ما بتحبي يعني، وشويه كزبره ناشفه. في ناس طبعا بتحب تحط عليها سمسم، ممكن تستخدمي السمسم، هبقى اعملها معاكم مره بالسمسم، بتبقى حلوه برضو. شايفين ما شاء الله اللهم بارك زي بتاعت بره بالظبط، وكمان هشه من جوه جدا، مش مكتومه ولا اي حاجه. ممكن تاخدي الكميه بتاعتك كلها وعند حد عنده مكنه، اللي هي المكنه بتاع اللحمه او الطعميه او الحاجات دي، وتعمليها عنده. ممكن تجهزي الحاجه وتوديها تعمليها عنده، مفيش اي مشكله، هتوفر وقت ومجهود برضو. شايفين طالعه ما شاء الله اللهم بارك بجد جميله جدا. شايفين لونها بجد حلو قوي، ولونها متوازن كده ومتناسق كده، جميله بجد جدا، وطعمها حلو قوي وهشه وجميله جدا ما شاء الله. جربوها بجد مش هتندموا، هتوحشوني جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.